يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده عندنا فيديو جميل جدا، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتتابعيني على صفحه البيج عيلة سيما. ولسه اول مره تشوفيني تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يا رب الفيديو يعجبكم. النهارده بقى هنعمل مكرونه الافراح، سهله وبسيطه وجميله جدا وطعمها حلو، وعلى فكره مشبعه ورخيصه ومش هتكلفنا اي حاجه. معانا كيس مكرونه، مكرونه التحمير الصغيره دي هنحمرها في شويه زيت وهنقلبها. وبعدين في ناس بتعملها بشعريه وفي ناس بتعملها من غير شعريه، بس انا هعملها بشعريه. الاول نزلنا بالمكرونه التحمير دي، هي عباره عن نص كيلو مكرونه. هنقلبها بقى، اهم حاجه تقليب كويس ونسيبها نحمر. معانا دلوقتي فلفل، ومعانا فلفل رومي وطماطمتين وبصلايه وفلفل بقى حرق هنقطعهم. انا طبعا ما اعرفش اقطع على القطاعه اهو بتعلم، بس انا بحب اقطع على ايدي وكده، بس يعني كمنظر وكده. ماشي، هنبدأ بقى نقطع كل الحاجات الحلوة دي. ومعانا بقى فلفل حراق على فلفل رومي، الحاجات اللي عندك سهلة جدا وجميلة وحلوة قوي قوي قوي، مش هتاخد مننا الوقت. دلوقتي احنا هنحمر المكرونة، هنسيبها تحمر شوية مش هنحرقها يعني، هتبقى جميلة جدا لونها جولد كده. وهننزل ننزل بشوية شعرية هنقلبهم مع بعض. ولو لسه وصلتي معايا لحد كده اعملي لي لايك واكتبي لي كومنت حلو وتابعيني شجعوني. انت لما بتشجعوني انا ببدأ ان انا انزل فيديوهات وكده، وانتوا بتدوني طاقة. دلوقتي نزلت بالشعرية على المكرونة، هحمرها معاها. وكون دلوقتي حاطة مية سخنة على الكتل، حتى يعني حاطة مية في الكتل وكده سخنة عشان تبدأ تستوي على طول. اول ما المكرونه تحمر وكده هننزل بكل المكونات الحلوه دي، اللي احنا قطعناهم: البصل والطماطم والفلفل وفلفل رومي وفلفل حراق بصله وطماطم. وهننزل بالميه السخنه. سامحوني مش عارفه اجمع. ما تنسوش بقى تعملوا لايك. وهننزل بالملح والشطه والكزبره، وهنظبط التوابل بتاعتنا وهتبقى جميله. وهنسيبها بقى تغلي. شايفين؟ بحط كمون وبحط شطه جميله جدا جدا جدا. العيال يقولك يا ماما دي طعمها حلو قوي ومشبعه ومش هتكلفنا حاجه ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، الموجود بيسد اهو. تعالوا بقى نشوف المكرونه هي بتغلي اهي. هنحط لها هنحط لها 3 معالق. انا نسيت احط لها صلصه، هحط لها صلصه بقى ايه عشان تعزز الطعم وكده. مش عارفه انا صورت اهو. شايفين الصلصه اهي؟ نزلت بيها بكم معلقه كده عشان تعزز اللون. على فكره طعمها جميله 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 وسهله وبسيطه ومخدتش مني اي وقت. يعني كان العيال جعانين بالليل وقالوا لي يا ماما احنا جعانين وكده. قلت لهم تعالوا اعمل لكم مكرونه الافراح. قالوا لي مكرونه الافراح؟ طب ماشي يا ماما اعملها لنا يا ماما وكده، وكانوا فرحانين قوي. وانا قمت عملتها لهم. بس ايه رايكم؟ جميله ازاي استوت. هنبدا نغطي عليها عشان تشرب الشرب بتاعتها. خلاص استوت خلاص. انا بحبها لما يكون فيها جوسي كده وتبقى طعمها حلو قوي، وعيالي بيحبوها جدا. شايفين الجمال والحلاوة؟ شايفين؟ تنفع بقى في العزومات، تنفع في اي حاجة، تنفع في عشاء في غدا، في اي حاجة تعمل جنبها. من غير تعملي جنبها. اللحمة غالية وسهلة وبسيطة وجميلة ومخدتش مني اي وقت. يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصل لكم مني كل جديد. مع السلامة، وهتوحشوني الفيديو اللي جاي. باي باي. استنوني بقى في الفيديو اللي جاي. شايفين الجمال؟ حلوة وشيك قوي وجميلة وطعمة ومش هتاخد مننا اي وقت. شايفين الحلاوة؟ ما تنسوش بقى تعملوا لايك عشان يوصل لكم مني كل جديد. يا رب بقى تشجعوني، يا رب يا رب يا رب. وتابعوني على صفحة البيج عيلة سيما، وتعملوا لي فولو والانستجرام برضو، وعشان واليوتيوب برضو. شايفين الجمال؟ شايفين انا حطيتها على السفرة؟ شايفين شكلها جميلة تفتح نفسي. مع السلامة.